يعني انا بعد كل التعب في ثانويه عامه ده يجيلي في الاخر كليه اسمها خدمه اجتماعيه. هو يعني ايه اصلا كليه خدمه اجتماعيه؟ لو انت ما تعرفش يعني ايه كليه خدمه اجتماعيه واول مره تسمع اسمها، واول مره اصلا تعرف ايه خدمه اجتماعيه، واول مره تسمع الاسم ده من اي حد او عمرك ما كنت سمعته ايا كان، قبل ما اقول اي حاجه طبعا لو انت اول مره تتفرج عليا او انت اول مره تتفرجي عليا تعملوا لي سبسكرايب، متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت للفيديو عشان يوصل اسرع للناس كلها اللي جايه لها خدمه اجتماعيه. انا هقول لك دلوقتي يعني ايه كليه خدمه اجتماعيه. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، النهارده عندنا موضوع مهم جدا. حبيت انزله بدري شويه قبل الجامعه عشان اللي داخلين اولى جامعه يلحقوا يشوفوا. النهارده عندنا الفيديو بيتكلم على كليه الخدمه الاجتماعيه. لو انت طالب او انت طالبه داخلين خدمه اجتماعيه كليه مش عارفين هي ايه وبتتكلم عن ايه واول مره تسمعوا الاسم ده، فالحل في الفيديو ده. كملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا ايه هي كليه خدمه اجتماعيه. زي ما قلت لكم كده النهارده هنتكلم عن كليه خدمه اجتماعيه، فانا جمعت لكم شويه عامه، يعني جمعت لكم معلومات عنها. طبعا انا عشان هنساها فانا مسجلها على الموبايل، فزي ما انتوا معايا كده هطلع لكم شويه حاجات. قبل ما ابدا بس اي حاجه عايزه اتكلم عن حاجه مهمه. في فرق ما بين كليه خدمه اجتماعيه ومعهد خدمه اجتماعيه. كليه خدمه اجتماعيه في القاهره مش موجوده في اي جامعه غير جامعه حلوان. يعني لو حد قالك هتدخل كليه خدمه اجتماعيه فين، هتبقى في جامعه حلوان بس، ده لو كليه. غير كده بتبقى اقاليم. طيب يعني ايه اقاليم؟ يعني انا لو جاتلي مثلا كليه خدمه اجتماعيه في طنطا، في اسيوط، في نمنهور، مرسى مطروح، الحاجات دي كلها ممكن تدخل فيها كلية خدمة اجتماعية. لكن في القاهرة مفيش غير جامعة حلوان. تمام كده الكلية. طيب يعني ايه معهد خدمة اجتماعية؟ معهد خدمة اجتماعية مش موجود برضو في القاهرة غير معهد واحد بس، في مدينة نصر. اعتقد ان هو بيبقى طبعا في السعر اغلى، في الطلبات بتبقى اكتر لان انت بتبقى نازل كل يوم في المعهد، مش زي الجامعة خالص. برضو واحدة واحدة افهمكم. زي ما قلت لكم كده دلوقتي ان في فرق ما بين الكليه والمعهد. تمام، هي المواد اللي في الكليه هي اللي في المعهد، هي. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الكليه بتكون احسن ليك كشغل كدراسه كده، في برضه بتعمل لنفسك حاجات كتير قوي ممكن تفرق معاك لو دخلت كليه خدمه اجتماعيه وجامعه حلوان. طيب لو انا جاتلي معهد وعايزه احول الكليه اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه غير انك تشتغل على نفسك وتذاكر كويس قوي، لان انت اصلا تلقائي بتتحول على الجامعه في سنه تانية. طبعا احنا عارفين ان المعهد بيبقى 4 سنين زي الكليه بالظبط، بس الفرق في خدمه اجتماعيه لو معهد بتبقى تاخد سنه اولى وتانية، بتجيب تقدير من اول جيد بتدخل حلوان. برضو عندنا برضو في جامعة حلوان. طيب لو انا في المعهد وعايزة ادخل جامعة حلوان الكلية، يعني اعمل ايه؟ ما تعملش اي حاجة غير ان انت بس تسعى وتجتهد مع نفسك في المواد اللي انت هتاخدها في المعهد. ليه؟ هقول لك دلوقتي. في اولى وفي تانية بتحول تلقائي لو جبت جيد من اول جيد، وجيد دي طبعا هتفتكرها صعبة وكده، لا هي سهلة جدا. ممكن اي حد لو ذاكر عن نفسه او اجتهد على نفسه يجيبها، بيتحول على طول عندنا في جامعة حلوان. تمام، لو انا في جامعة حلوان عايزة اعرف ايه اللي انا هعمله. اول حاجة انت بتحول، لو انت مجموعك ما عداش 60 بتبقى انتساب. انتساب دي يعني ايه؟ هقول لكم برضو بس لما اخلص الكلام. في بيبقى انتساب وفي انتظام. تحت 60 انت بتتحول انتساب، فوق 60 انت بتبقى انتظام على طول. في فرق ما بينهم ودي حاجه كويسه. طبعا في انتساب بتبقى زي مثلا تالتة اعدادي كده في المدرسه، ملهاش اعمال سنه، ملهاش ولا حضور ولا غياب ولا اي حاجه، ليك انت بس تيجي، حتى ما فيهاش 100 ترم. بتيجي تحضر مثلا محاضره كل شهر، كل مره. احنا عندنا في جامعه حلوان انتساب مره واحده، جمعه وجمعه لا، يعني كل جمعتين في الشهر بتيجي تحضرها، بتشوف الدنيا فيها ايه وترجع تاني عادي جدا. يعني ملهاش لازمه بصراحه. انا بقول لك خليك انتظام احسن. لو انت بتحب المذاكره، بتحب الفايب بتاعت الجامعه، تنزل جامعه، كل ده يبقى خليك انتظام. ادخل الانتظام ازاي؟ انت في انتساب، دخلت انتساب عشان مجموعة تجيب انتساب، ممكن برضو عندنا في الجامعة تتحول انتظام لو جبت جيد برضو من سنة تانية عادي جدا. ولو انت جبت جيد وعايز تفضل في انتساب برضو بترجع كل ده على الشؤون. تمام، دلوقتي هندخل بقى
ايه هي مواد خدمه اجتماعيه سواء في المعهد او في الكليه. دلوقتي انا هوريكم المواد بتاعتها. طبعا هما مش بيزيدوا عن 6 مواد ترم اول وترم تاني. اعتقد في اولى 5 مواد ترم اول، وفي تانية 6 مواد ترم تاني. ما تتخضوش، هما حاجات سهله جدا لو انت ادبي. كلهم علم نفس، فلسفه، علم اجتماع، اي حاجه من فيها المجتمع. ودلوقتي هقول لكم المواد اللي في كليه خدمه اجتماعيه لو انت اول مره تعرف المعلومات. طبعا زي ما قلت لكم بيبقوا 6 مواد. اول ماده علم النفس، تاني ماده مقدمة في علم الاجتماع، وثالث مادة شريعة إسلامية، ورابع مادة عندنا مادة اسمها الرعاية، خامس مادة اسمها السلوك، وسادس مادة الاتصال. ده بالنسبة للترم الأول. طيب واحدة واحدة. أول حاجة علم النفس. طبعا احنا عارفين علم النفس لو احنا كنا طلاب أدبي وداخلينها من أدبي، فدي حاجة مش جديدة علينا. عندنا برضو مقدمة في علم الاجتماع. هو علم الاجتماع بنفس القوانين اللي كنا بناخدها في علم الاجتماع بتاع ثانوية عامة، بس طبعا بحاجة أزيد شوية وحاجة أعمق شوية. بنتعرف عن المجتمع بطريقة يعني البلدي كده بغويطة شوية، يعني بنبقى عارفين حاجات اكبر شويه من اللي احنا كنا بناخدها في ثانويه عامه. الشريعه الاسلاميه دي زي كده بالظبط حقوق. بناخد حاجات في حقوق، بس حاجات بسيطه شويه، حاجات سهله شويه. بنعرف اكتر عن ديننا، جواز، الطلاق، كل ده بنعرفه، بس مش بطريقه ان انتوا هتتخضوا بيها دلوقتي. هي حاجه سهله جدا جدا جدا، وكمان بيكون في شرح كويس جدا في المحاضرات. فبجد بتمنى لاي حد يتفرج على الفيديو ما يفوتش اي محاضره، لان دي حاجه تفيدك اصلا معلومه. انت تسجل حضور والكلام ده، لا، انت هتستفاد بالمعلومه جدا وتعرف عن حاجات كتير قوي في المجتمع انت ما كنتش تعرفها، سواء في ثانويه عامه، في حياتك عامه. عندنا ماده كمان اسمها الرعايه. اتكلم معاكم بصراحه، هي ممكن تكون اتقل ماده انت هتشوفها في خدمه اجتماعيه وانت بتدرسها، لكن لما تيجي تذاكرها وتمتحن عليها تكتشف اللي هي حاجة تانية خالص وسهلة جدا. طبعا احنا عارفين ان جامعة حلوان، ده هتكلم برضو عنه في فيديو تاني، بس هقول لكم دلوقتي ان جامعة حلوان هي اسهل امتحانات. جامعة حلوان امتحاناتها عبارة عن MCQ صح وغلط وبس. طبعا هقول لكم ده قدام، بس انا حبيت يعني اقول لكم دلوقتي. ده مادة اسمها المدخل الى السلوك الانساني والبيئة. طبعا انتوا فهمتوا العنوان من غير ما اقول لكم، بس هقول لكم برضو احنا بندرس السلوك الانساني، سلوك البيئة. بنعرف كل حاجة عن السلوك، ازاي الانسان يتعامل مع البيئة، ازاي بيأثر في البيئة والبيئة تؤثر فيه. كل الكلام ده هتاخدوه ان شاء الله. عندنا اسمها الاتصال والتفاعل، برضو العنوان مبين نفس، بس انا هقول لكم ازاي بنتصل بالبيئة، ازاي بنتفاعل معاها، ازاي تكون شخص اجتماعي. كل الحاجات دي هتاخدوها برضو في الترم الاول. الترم التاني هيبقى نفس المواد، بس في حاجات هتتشال وحاجات هتفضل زي ما هي. زي ايه؟ عندنا عربي، هيبقى عندنا انجليش، هيبقى عندنا اقتصاد. دي بصراحة هي مادة رخمة بجد، ولا بتتذاكر ولا بتتحفظ، هي بتبقى ببركة ربنا. ما يمنعش ان احنا نركنها، نحاول نعمل اللي علينا فيها. حاجة اسمها علوم سياسية، وعندنا حقوق الانسان، دي حاجة سهلة جدا برضو. ممارسة الخدمة الاجتماعية. عندنا علم نفس زي ما احنا، واللغة الانجليزية زي ما قلت لكم في الاول. والزيارات دي بقى انا هكلمكم عنها لما تدخلوا في تانية ان شاء الله وتكونوا نجحتوا في اولى. دي بتبقى حاجتين، في تانية وفي تالتة بتنزلها تدريب، دي مترابطة ببعض. فبجد اي حد بيتفرج على الفيديو ودخل كلية خدمة اجتماعية بتمنى ان هو يركز في الزيارات دي قوي، لان هي هتبقى معاه من اول سنة اولى لحد سنة رابعة. دلوقتي بقى بعد ما قلت لكم هتعملوا ايه بالظبط وهتاخدوا ايه وايه المواد بتاعتكم، تعالوا بقى الففكم لفة صغيرة كده. طبعا ملخصة مسج صغيرة عشان انا اكيد هنسى الكلام، فهحاول اقول لكم ان انا كاتباه بطريقه كويسه عشان تفهموا. دلوقتي هعرفكم ايه اللي احنا ممكن نستفاد منه او في المستقبل ان شاء الله لو لينا لما نتخرج هنشتغل ايه من كليه خدمه اجتماعيه، سواء لو ولد او بنت. تعالوا معايا عشان تشوفوا هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه عندنا المدرسه. هعمل ايه في المدرسه؟ انا لو حبيت اتعين في مدرسه هتعين اخصائيه. ايوه زي الاخصائيه اللي احنا كنا بنشوفها كده، لا طبعا اخصائيه بطريقه تانية خالص. هعمل ايه؟ هبقى مسؤولة عن سلوك الطلبة، هبقى كمان مديرة ذات نفسها للمدرسة نفسها. يعني اي طالب بيبقى محتاج اي حاجة نفسية اجتماعية، اي شكوى، ببقى انا اللي مسؤولة عنها. ودي حاجة جميلة جدا 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 للي بيحبوا المدارس، بيحبوا جو الاطفال، بيعرفوا يتعاملوا مع المشاكل وبيعرفوا يحلوا مشاكل الناس. حاجة بقى بالنسبة للقانون، انا لو حبيت اشتغل في القانون او في القضايا او في المحكمة هعمل ايه؟ حبيت تشتغل في محكمة فانت هتتعين مستشار من خدمة اجتماعية. ايوه زي ما انت سمعت كده. لو انا عايزة شوية اكشن بقى، طب هعمل ايه؟ انت هتتعين في سجن. ايوه سجن. تعمل ايه في السجن؟ تكون مسؤول فيه انك تعدل سلوك المسؤولين.
اي مسجون هتعدي في سلوكه، اي مسجون عنده حاله نفسيه بتعرف تتكلم معاه، تعرف سبب دخوله ايه للسجن، تعرف هو عمل كده ليه. ايما في الحبس المظلوم، فانت هتحاول بقى تطلع منه المظلوم اللي جوه، تعرف تحل المشكله بطريقه نفسيه وسلوكيه وكل الكلام ده طبعا انتوا فاهمينه. فدي تاني حاجه او تالت حاجه لو حابب تتكلم عن المحاكم او السجون. معايا تعين بقى في مستشفى، انا سمعت ان انا ممكن اشتغل في المستشفيات يا بسمله لو انا كنت في خدمه اجتماعيه. اما دي حقيقه فعلا، ممكن تفتح عياده نفسيه لنفسك. احنا طبعا عارفين دلوقتي اقل استشاره عند دكتور نفسي بتبقى بكام، مش هتكلم انتوا عارفين. ممكن تفتح عياده نفسيه، وممكن تفتح مركز تخاطب مسؤول عن اشخاص ما كانوش عارفين يتعاملوا مع الناس. طبعا الناس اللي بيبقى عندها توحد، الناس اللي بتبقى خايفه من المجتمع، كل الناس دي انت اللي هيجولك بنفسك ويتعالجوا عندك. وانا لو حبيت اريح دماغي واخلي شغل كده على الهادي زي ما بيقول، انت مثلا بتحب الكمبيوتر او كل الكلام ده، فانت هتتعين في وزاره التضامن. طب انا لو تعينت في وزاره التضامن هعمل ايه؟ التضامن ما بيبقاش فيها فرد بلدك يقدر يصرف معاش لو عنده اعاقه او اكبر في السن، فبالتالي هيحصل مجاعه في البلد. فانت هتقدر تعالج الشخص ده؟ ايوه هتقدر. طب هتعالجه ازاي؟ هتعالجه من الاكزيمان، الاكتئاب، التوحد، لو اي مشكله نفسيه. ده طبعا بالنسبه للشغل النفسي لو اشتغلت في تضامن، وده بينزلك تدريب في تالتة عشان ما حدش يقول لك في اولى وفي تانية، لا في تالتة بتنزل تدريب، تختار التدريب اللي انت عايزه، سواء تدريب مدرسي، سواء تدريب حكومي، اعلامي، اقتصادي. كل ده بيشوف ان انت بتبقى حابه، تنزلوا في تالتة جامعة، محدش يقولك في اولى او في تانية. هو انا بدرس ايه؟ انا قلت لك كده في اول الفيديو لو انتم مصحصحين معايا عشان انا طولت قوي. لو انتم مصحصحين معايا هقول لكم التاني هتعملوا ايه فيه. قانون وشريعة وسياسة واقتصاد، علم انسان، صحة مجتمع. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. انسان، صحة نفسية وتحليل نفسي ولغات وخدمة فرد وخدمة جماعة وخدمة مجتمع وتنظيم مجتمع. مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. علم نفس وعلم عيب وعلم نفس كمان وعلم مجتمع وحاجات كتير قوي قوي ممكن تتخيلها ان انت تتحدى في المدة. فاقول لكم بجد بقى، يعني هاتي بالتليفون كده اي حد جاله خدمة اجتماعية وزعل او اتضايق او الكسف يقولها انا نفسي كنت كده، عايز اقول لكم ان فعلا كليه الخدمه الاجتماعيه دي تعرفك عن المجتمع بتاعك، تعرفك عن ازاي تتعامل معاه، تعرفك حاجات عن نفسك انت ممكن تكتشفها اصلا في الكليه دي في اللي انت هتدرسه. بجد مش عايزه اي حد يتضايق جدا من الكليه دي ويكون سايب امله في ربنا كبير جدا، لان ربنا فعلا هيحطك في المكان اللي انت تقدر تبدع فيه. وما تخافش، ما تتضايقش، وما تتوترش، ما تتكسفش من الكليه ابدا. ده انت هتلاقي الكليه دي قدام شويه هي ترند العالم كله، وهنشوف كلام، لان كليه خدمه اجتماعيه بجد بتطور نفسها من بدري لحد دلوقتي عشان انا اعمل الفيديو ده. فبجد كليه خدمه اجتماعيه اكتر حاجه ممكن تكون عملتها صح في حياتك لو انت دخلتها. قبل ما انهي الفيديو عايزه اقول لكم شكرا جدا جدا لاي حد بيدعمني وبيعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي. انا بشوف كل حاجه وبكون فرحانه جدا جدا جدا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. ويا رب لو في اي حاجه مضايقاكم اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين فيديو جديد عن حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات برده، وقولوا لي تحبوا اعمل ايه تاني. طبعا انا محضره لكم حاجات كتير جدا 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 بخصوص الجامعه، بخصوص الدراسه، حتى الاجازات كمان، حاجات كتير قوي هنديها لكم الفتره اللي جايه. بس خليكم معايا كده عشان اقدر اكمل بيكم. شكرا جدا لاي حد بيتفرج عليا وانبسط بطريقتي. ربنا يوفقكم ويوفق كل طالب في اولى جامعه، يوفق كل طالب في ثانويه عامه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.